السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني 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 من اخر فيديو انا نزلته معاكم يا حبايب قلبي. انا النهارده راجعه لكم في فيديو جديد وروتين جميل كده هيشجعك كده، وعملنا فيه حاجات كتيره هتعجبكم قوي قوي قوي. بس كملوا الفيديو معايا للاخر وانتوا هتعجبكم حاجات كتيره، وان شاء الله بامر الله هتطلعوا منه بفكره كده او بافكار. كلنا كده نشجع بعضينا. ويلا بقى كده في اول الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا حبايب قلبي كلنا نصلي على الحبيب المصطفى ونستغفر الله كتير كتير كتير. الفيديو بتاعي النهارده يعني فيديو كده مشجع مشجع مشجع، هيخليكي كده تقومي تتشجعي. وهتشوفي هبة بقى عملت في الفيديو ده ايه، حاجات كتيرة ان شاء الله بأمر الله تستفادوا منها. بس حابة اشكر الناس الجديدة اللي دخلت لي القناة، متشكرة لكم جدا جدا جدا. نورتوني نورتوني وكترتوني، ووجودكم عندي في القناة شرف ليا وعلى راسي كل اخت دخلت عندي في القناة. متشكرة ليكي جدا، نورتيني وجبرت بخاطري. ربنا يفرح قلوبكم يا رب. لكل حد بيكتب لي تعليق حلو كده من ايديكم الحلوة، متشكرة ليكم جدا على تعليقاتكم الجميلة وعلى كلامكم الجميل. وربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا. والله العظيم انا بحبكم كتير كتير كتير، اضعاف اضعاف الحب اللي انتوا بتحبوهوني. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرم منكم ابدا ابدا ابدا، ويديمكم عليا نعمة في حياتي. لكل حد عندي في القناة، أنا بتكلم على الناس الجديدة اللي اشتركت لي والناس اللي معايا أصلا إخواتي وصحابي وحبايبي. لا مش صحابي، احنا ما عندناش صحاب هنا، احنا هنا كلنا إخوات. احنا كلنا هنا كده إخوات. فأنا بتكلم يعني إيه يعني بقول على العموم في كل اللي عندي في القناة، يعني حبايبي واخواتي. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم أبدا، على كلامكم وعلى تعليقاتكم وعلى لايكاتكم وعلى كل حاجة حلوة. بس ما تنسونيش في اللايك، عشان برضو في ناس بتنساني في اللايك. والله في ناس بتتفرج وبتنساني في اللايك وبتنسى تكتب لي تعليق برضو، مش تقولي لي كده إيه انا بعجبك ولا لا، وتثبتي لي وجودك كده ان انت اتفرجتي معايا على الفيديو بالتعليق الجميل اللي من ايديكي. فما تنسونيش كده باللايك والتعليق الجميل، عشان اللايك هو اللي يرفع الفيديو. والتعليقات انا بقعد استنظر تعليقاتكم الجميله عشان ارد عليها اول ما بنزل الفيديو يترفع كده وينزل. والله اول حاجه بعملها بقى بقعد كده استنظر الفيديوهات والكلام الجميل بتاع حبايب قلبي، عشان ارد على اخواتي وحبايبي. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. هنا انا بدأت معاكم الروتين يا حبايب قلبي. بصوا بالاوضه بتاعتي كانت مليانه تراب كده وما كانتش عجباني خالص. قلت لا اليوم ده بقى كان الشمس فيه حلوه قوي، كان الشمس فيه جميله جميله جميله. رحت فتحت البلكونه وشلت الستاير بتاعت البلكونه، زحتها كده خالص لميتها، ورحت مدخله الشمس والهوا الاوضه. بصوا الشمس والهوا دخلت كده بقت جميله. غيرت الهوا بتاع الاوضه وخليتها جميله كده، وريحه النظافه فيها بقت تفج كده. والله النظافه بتريح، يعني بتريح النفسيه. لما بكون متضايقه والله العظيم بقوم انضف، برتاح نفسيا قوي 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 من النظافه. يعني النظافه دي بجد بجد نعمه، نعمه ربنا ما يحرم حد منها يا رب. وربنا يدي كل واحد الصحه تعمل في بيتها. يعني ربنا يدي كل اخت كده الصحه معايا في القناه، ان هي تعمل في بيتها وتنظف وتلمع وتخلي بيتها كده فل. اكيد كلكم كده بيوتكم فله شمعة منورة. بصوا حبايب قلبي الاوضه بقت قمر، والا ريحتها وجمالها. هنا بقى بص خدت عمرو الجميل ابني حبيبي، ربنا ينجحه يا رب. بيمتحن بقى، ادعوا له يا اخواتي يا حبايبي، ادعوا له كده ان ربنا يكرمه في الامتحانات، عشان ربنا يهدي علينا كده الامتحانات وتجيلهم كويسة. هم استلموا التاب بقالهم كام يوم، قلنا مش هنستلمه وخلاص هنمتحن ورقي. فقلنا خلاص بقى يعني الحمد لله جت من عندهم. لقينا المدرسة بقى اتصلت علينا وبعتت لنا على الجروب ان لازم نيجي نستلم التاب. قلنا لهم يا جدعان احنا مش عايزين، وايه اللي خلاكم ورجعتوا في كلامكم؟ راحوا قالوا لي لا لازم تيجي تستلموا التاب عشان هتمتحنوا عليه. فنزل النهارده يعني نزلت جبته له امبارح، استلمته له من المدرسه التاب، ونزل النهارده امتحان تجريبي وخرج طبعا تجريبي يعني على التاب.
وامتحن كل المواد الخارج المجموع. ان شاء الله بأمر الله هيبتدي بقى المواد الأساسية. فربنا مع أولادنا كلهم يا رب، تكون سنة سعيدة عليهم كلهم، وبالنجاح والتوفيق ليهم. قلت له تعالى يا عمرو قبل ما تنزل بقى كده الامتحانات اللي هي الأساسية وتشتغل، يعني ايه، كان اليوم ده بصراحة ما كانش عنده درس. قلت له تعالى معايا السوق. خدته معايا السوق وخدت شروق معايا في الطريق. معلش يا حبايب قلبي اعذروني بقى كل شوية في الكحة ديت، مش عايزة تسيبني برضو معلقة معايا شوية. وخدت شروق معايا يعني خدتها في طريقي، قلت لها انزلك الدرس، كان عندها درس فقلت اخدها انزلها في طريقي يعني. بصوا هنا نزلت بقى جبت قرنبيطه من السوق جميله. هنا بوريكم دي حته، دي كده ما كان خدتها من الراجل يعني، بحطها في الارض واتحطت عليها حته طينه، بس اشيلها بالسكينه. القرنبيطه انا هعملها يعني، القرنبيطه عملتها في نفس اليوم دوت. هنا بقى ده كان تاني يوم، يعني الفيديو الروتين الأوضة تنظيف الأوضة مع اني نزلت السوق. وده كده كله ده يعني ان انا اوريكم الحاجة كده اهوت، المشتريات اللي انا جبتها ده كله كان في يوم واحد، يعني ده كله يوم واحد. فلحمت بقى تاني يوم بقيت التفريزات والحاجة في الفيديو ده، قلت انزله كده كله مرة واحدة. هو ان شاء الله مش طويل يعني، مش هيطول عليكم، مش هتزهقوا مني يعني ان شاء الله. هو في افكار حلوة كتيرة، كلنا نشجع بعضينا. بصوا هنا جبت قفص فراولة، قلت ياخد منه شوية افرزه من عصاير رمضان. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. والباقي احطه في التلاجة للعيال ياكلوه، يعملوه عصير ويشربوا كده. فهاخد شوية منه واخليهم شوية. والكرنب برضو اللي انا جبته ده هفرزه برضو رمضان ان شاء الله بأمر الله، يجي علينا بخير وبصحة وبسلامة. فهفرزه برضو لرمضان الكرنب. هنا اللفت دوت عمرو قال لي ماما انا عايزه اكل لفت، فلقيته في السوق بصراحه حلو وعجبني. رحت جبت له يعني جبت ايه الشويه دول وفي شويه تاني، يعني كلهم على بعضهم 5 كيلو. جبتهم كلهم كده 5 كيلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقلت له هخلل لك اللفت ده يا عمرو، يعني قلت ده هخلله مش هشيله رمضان ولا حاجه، ان مش يعني الله اعلم بقى. بصوا هنا جبت قوطه، يعني جبت قوطه هنا اهوت برضو هصلصلها. هاخد شويه، خدت مليت سبت من اللي هم المنظم بتاع التلاجة، مليته حطيته كده برضو على رف التلاجة، بس الباقي هصلصله كله. هتنفعني برضو لتفريز رمضان. انا نازله السوق عشان القوطه وعشان الفراوله، نازله السوق عشان خاطر القوطه وعشان خاطر الفراوله. انا نازله للحاجتين دول، وكان لازم انزل للحاجتين دول. ليه بقى كان لازم تنزلي يا هبه؟ لان القوطه سعرها حلو والفراوله سعرها حلو. ده بقى هنا كان تاني يوم يا حبايب قلبي. بصوا مسكت الفراوله، قرطفتها، عينتي الورده بتاعتها يعني عينتها خالص، ومسكتها شطفتها شطفه حلوه من الرمله، شطفه كده 100 عشان كانت مليانه رمل. ورحت ماسكاها كده وحطيتها في الاكياس، وان شاء الله بامر الله اشيلها رمضان. كل سنه وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. انزلي جيبي على قد ما قدرتك وعلى قد ما انت تقدري، واللي في استطاعتك هاتشيه، وانزلي فرزي واملي بيتك بالخير. وان شاء الله يجي علينا رمضان كده وبخير وصحه وسلامه. انا ليه بجيب الحاجات ديت وافرزها؟ القوطه لقيتها سعرها حلو، لو غاليه ما كنتش هجيب، مش هكدب عليكم. لو هي سعرها لقيته غالي ولقيتها غالية انا ما كنتش هجيب، بس لقيتها سعرها حلو قوي جبتها. يعني هي في السوق عندنا 1.5 كيلو ب10، بس لما جبت قفص كبير فرقت طبعا اكتر من هي 1.5 كيلو بال10. ففرقت معايا وبقى فيها وفر ليا. فجبت القفص كده كله، قلت هصلصله برضو رمضان. والفراولة برضو لقيت سعرها حلو، انا خدتها خدتها القفص كده، خدت الكيلو على 10 جنيه. خدت كيلو القفص كيلو الفراولة على 10 جنيه. لكن لو كنت خدت مثلا 2-3 كيلو كان هيديني الكيلو على 20 جنيه، النص بالنص. عشان كده انا قلت ايه لا. فالسبت برضو اللي هو القفص، انا بقول عليه سبت، مش عارفه انتوا بقى بتقولوا عليه ايه، القفص. فلقيت يعني وفر ليا، فقلت لا هينفعني احط منه حبه للعيال في التلاجة ياكلوهم او يشربوهم عصير، وحبه احطهم في الفريزر لرمضان شهر الخير. عشان انا في رمضان
حبايب قلبي اللي معايا في القناه من الاول هيبقوا عارفين ان انا في رمضان ما بجيبش اي عصاير جاهزه من بره. انا بعمل كل العصاير في البيت. يعني الحمد لله بجيب الفاكهه على قد ما قدرت وعلى قد ما بقدر وبجيب وبعمل. يعني بس لو لقيت الحاجه اسعارها غاليه انا مش بجيبها. مش هكدب عليكم، لما بيكون سعرها حلو ومناسب بجيبها. هنا بقى يا حبايب قلبي مسكت القوطه قطعت القوطايه 4 كانت القوطايه كبيره وجميله وما فيهاش غلطه والله. يعني القفص كان كله ما فيهوش غلطه. انا قلت له هتضحك عليا وانا عايزاه حلو. قال لي لا خدي انت هتدعي لي، وفعلا دعيت له والله. حطيتها وحطيت عليها معلقه سكر هرميه في كل حله، وحطيتها على النار منها فيها، ما حطيتلهاش ميه خالص. هنا بقى اللفت كل ده والله العظيم كان شغل في يوم واحد يا حبايب قلبي. هنا بصوا بس دوت كان يوم، واللي هو بتاع الروتين ونزل السوق ده كان يوم، بس انا لحمته كله فيديو واحد. هنا بقى يا حبايب قلبي اللفت. يعني اللفت بقى مش ما فرستوش معاكم في اليوم دوت، لان اللفت بحب منقعه يوم كامل او ليلة كاملة عشان ينزل منه الطينة خالص. وبعد كده عندي فرشة بتاعت يعني جايبه الفرشة ديت للخضار وللفاكهة. همسكه ادعكه بالفرشة، انزل منه اي طينة او اي حاجة، انزله خالص واوضبه، وبعد كده ابدا اخلله. ان شاء الله في الفيديو الجاي هوريه لكم وهو متخلل كده ان شاء الله بامر الله. هنا مسكت بقى القوطه بعد ما خدت كم غلوه على النار، خليتها خدت 3-4 غلوات كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خليتها خدت كام غلوة كده حبايب قلبي على النار. وبصوا بعد كده ايه، قلت بالهاند بلندر كده على طول اضربها كده منها فيها، وارجع احطها تاني تاخد غلوة واحدة، وبعد كده خلاص انا مخليتهاش اتسبكت على الاخر. هبقى اخليها تاخد بقى التسبيكة على الاخر لما ابقى اجي اطلعها احتاجها في تسبيكة محشي، في مكرونة، في اي حاجة. اهو بصوا يعني خليتها بس خدت غلوة، يعني 3-4 غلوة، يعني يعتبر ايه نص سوا. ما خدتش السوا الكامل، ما نشفتهاش على الاخر. وهنا ضربتها كده اهوت على طول بالهاند بلندر. الهاند بلندر ده مش بتاعي حبايب قلبي، والله انا مش بخبي عليكم حاجه. كنت ده واحد يعني شحتها من واحده اختي وحبيبتي، مش صاحبتي هي اختي بصراحه. اختي وحبيبتي قلت لها هاتيه ابعتهولي كده، عشان جايبه كميه قوطه مش هتنفع في الخلاط دربكه بصراحه، والشفشق الخلاط مش هياخد الكميه دي كلها. فحطيت الهاند بلندر في قلب الحله كده مره واحده ونعمتها خالص خالص خالص، فنفعني. قلت ان شاء الله بامر الله ابقى اجيب لي واحد، يعني ان شاء الله ربنا يسهل ابقى اجيب لي واحد. فنجز معايا بصراحه، وفر لي وقت ووفر لي مواعين. الخلاط برضو بيحتاج دربكه كتير، وافضي من الشفشق دي للطبق ده للبوله دي، لكن في الحله كده على طول. وهنا خدت بقى حبه فراوله كنت نقعها في ميه وسكر، ورحت ايه عندي شربات فراولة اهو. قلت بس ايه يعزز اللون، مرضتش اكتر قوي عشان السكر ما يبقاش عالي، لان هو مسكر الشربات وانا حاطه سكر. فقلت عشان ادي لجوزي برضو كوبايه، هو ما بيحبش الحاجه مسكره قوي لان هو عنده سكر، يعني هو مريض سكر، فما برضاش اسكر الحاجه. بس قلت ايه احط حبه بس كده ايه تعزز بس الطعم شويه. هو شربات فراوله بس. هي عموما الفراوله اليومين دول حلوه قوي قوي قوي. يلا بقى يا جميله انت وهي انزلي كده ايه، هشيلك كده على قدك على قد ما تقدري، وفرزي وشيلي لشهر الخير داخل علينا يا حبايب قلبي. واللي وصل معايا لغايه الفراوله تنسونيش في لايك واشتراك لو انت لسه اول مره تشوفيني. حبايبي بقى اللي هم مش بيتفرجوا مش مشتركين، عايزه اعرف انت مش مشتركه ليه. اشتركي كده وفرحيني كده ويسعدني وجودك عندي في القناه. بصوا بقى الصلصه عملت لي كميه قد ايه. هنا بقى ما ورا الكواليس والله. بص كمية مواعين مش قادرة اقول لكم، بس طبعا ما صبنتهاش معاكم لان كانت كبيرة جدا جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين، غير اللي كان بقى ورايا وغير على البوتاجاز. فانا صبنتها كده مع نفسي اهو. بصوا صبنت وخليت الدنيا زي الفل. وكده الفيديو بتاعي يكون ينتهي يا حبايب قلبي. اشوفكم في فيديو جديد. ويا رب يجعلني كده عند حسن ظنكم، وتكونوا استفدتوا مني وطلعتوا بأي معلومة من فيديوهاتي كده يا حبايب قلبي. بس متنسونيش في لايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.